مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لطالما كانت كرة القدم لغة تجمع الشعوب، لكن هذه المرة كانت أيضا درسا في الأخلاق والروح الرياضية. وزير الرياضة الجنوب إفريقي غيتون ماكنزي فاجأ الجميع بتصريح ناري، واعتبر صفعة دبلوماسية لكل من حاول التقليل من نجاح المغرب في تنظيم كأس إفريقيا 2025. الوزير الجنوب إفريقي لم يكتفي بالمجاملات، بل قالها بوضوح: المغرب قدم أفضل نسخة في تاريخ كأس إفريقيا، تنظيم عالمي يجعل القارة تفتخر بنفسها. ماكنزي لم ينسى أن يوجه رسالة قاسية إلى مدربه هوغو بروس، الذي حاول التذرع بالانتقادات الفارغة، قائلا له: من يعيش في غرفة الفنادق لا يمكنه أن يحكم على كرم المغاربة ولا على حرارة تشجيعهم. ثم ختم الوزير تصريحه باعتذار رسمي للشعب المغربي، مؤكدا أن نجاح المغرب هو نجاح لكل إفريقيا. كلمات ماكنزي انتشرت كالنار في الهشيم، واعتبرت شهادة عالمية في حق بلد أثبت أنه الرقم واحد في التنظيم والأجدر باحتضان التظاهرات القارية والعالمية. مرة أخرى، المغرب يربح الرهان: ريادة في التنظيم واحترام من الخصوم قبل الأصدقاء.